نائل العيناوي اللاعب ديال نادي روما الإيطالي صرح باللي باغي يمثل المنتخب الوطني المغربي في المرحلة الجاية، وأكد باللي واجد يلبس قميص أسود الأطلس غير يوصل استدعاء من عند الناخب الوطني وليد الركراكي. العيناوي في تصريحات إعلامية قال بلي اتصل مع الركراكي واللي نصحو يوصل يقدم مستوى زوين، وزاد إلا عيطوا عليا غادي نكون فرحان وفخور نحمل قميص المنتخب الوطني. وبالنسبة لبدايته مع روما قال نائل الأجواء هنا زوينة بزاف، وخا خديت نصائح من زملائي، الواقع فاق توقعات ديالي. المدرب غاسبيريني طلب مني نلعب في الهجوم وانا مستعد نلعب في اي مركز يطلب مني. العيناوي دشن الظهور الاول ديالو بقميص روما في الدوري الايطالي، دخل في الدقيقه 61 ضد بولونيا بلاصه ستيفان شعراوي في ماتش اللي سلب فوز الذئاب 1-0. ومن المنتظر يكون نائل حاضر في القائمه اللي غادي يعلن عليها وليد الركراكي نهار الخميس الجاي مع 11 صباح في قاعه ندوات ديال مركب محمد السادس لكره القدم في الرباط. الركراكي غادي يكشف على اللائحه ديال اللاعبين اللي غادي يشاركوا في الماتشات الجايه ديال التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026، واللي غادي يواجه فيها المنتخب المغربي النيجر نهار الجمعه 5 شتنبر وزامبيا نهار الاثنين 8 من نفس الشهر.